بعد ما العود بقى ملفوف قولي لي بقى جدول النظام الغذائي بتاعك عشان نعمل زيك. بص انا بقالي كام يوم باكل وبتخن بس ما حدش يكلمني. مش باين. مش باين يا رب يسعد بقى ربنا. بس ما بعملش نظام يعني. اكتر حاجه بعملها ان انا ما باكلش كميات كبيره بس. اوكي. دي الحاجه اللي بعملها بس غير كده باكل بصراحه. بتاكلي كل حاجه عادي؟ كل حاجه بس كميات قليله قوي وبحرق كتير لان انا بقى على طول بشتغل بتحرك ممكن بروح الجيم باي فتره ما بروحش بصراحه بس لو بروح يعني بحرق كتير وانا اصلا شخص ما بياكلش كتير يعني كمياته مش كتير اصلا. الناس بتتضايق مني في لما بنخرج او كده بيقول اللي هو ما تخنقيناش بقى كلي بقى اطفحي بقى شكلنا بقى وحش. بس عشان كده دي الفكره يعني. رد فعلك كان ايه اما طلعوا اشاعه انك صارفه 3 مليون جنيه عشان تخسي؟ ضحكت موت طبعا. انا لو معايا 3 مليون جنيه يا نهار ابيض هتخن مش هخس هروح اكل بقى الف في الدنيا اكل الاكل. بس هم جابوا منين المبلغ ده؟ العظيم ما اعرف هو ايه اصلا ب 3 مليون جنيه. هم ايه ايه؟ ب 3 مليون جنيه خسس اصلا للدرجه دي؟ انت ايه ده؟ دي حاجه بقى بتقول بابا وماما فاهم. دي حاجه بتحولك اي. اوكي. طبعا هبل يعني. لو حد جاب لك ورد ولا قال لك كلمه حلوه بتنبهري قوي شايفه ده ميزه ولا عيب في شخصيتك؟ لا ميزه طبعا. ميزه حلوه قوي كمان لان انا اقل حاجه بتبسطني بس هو عيبها بقى في ايه؟ ان اقل حاجه بتزعلني برضه. طب ما يضحك عليكي كده يا ملك. ما انا عبيط 24 ساعه كل يوم. انا اعبط رعبت في الدنيا. انا عبيطه جدا طبعا بيضحك عليا كل ثانيه. بتعرفي تكشفي الناس طب اللي بتشغلك بس كده على الفاضي؟ طب اقول لك حاجه وحياه ربنا مش هتصدقني بكشفهم بس بكمل. بتكملي عادي؟ طيبه جدا. هبله جدا. مش طيبه اقول الحقيقه. اعترف.